بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. النهاردة هنتكلم عن الأم الكسولة وتنظيم حياتها. في لحظة كده الأم لازم تقف مع نفسها، لازم تعترف إن الكسل مش راحة حقيقية. الراحة الحقيقية إن بيتك يبقى منظم، إن دماغك تبقى مرتاحة، إن أولادك يحسوا بوجودك، وإن أنت كمان يكون ليكي وقت لنفسك مش بس للبيت. اسألي نفسك سؤال واحد: انت راضية عن شكل يومك، ولا كل يوم بتقومي تعبانة من تراكم اللي ما اتعملش؟ الكسل مش ضعف، الكسل إشارة انك محتاجة خطة، محتاجة بداية جديدة. ابدأي يومك بخطوة واحدة بس. مش هقولك قومي اعملي البيت كله، لا، خطوة. قومي رتبي سريرك، افتحي الشباك، دخلي شمس، واشربي كوباية مية. 3 دقايق بس وهتحسي ان جسمك اتنشط. اتعلمي تقسمي يومك، مش لازم كل حاجة في ساعة. اعملي نظام صغير كده، في ساعة الصبح أوضة، حتى مطبخ، لمة بسيطة، وفي وسط اليوم 10 دقايق ترتيب، وبالليل لمة أخيرة صغيرة قبل ما تنامي. انت مش مكنة، انت إنسانة محتاجة وقت لنفسك، بس لنفسك. اعملي ربع ساعة وقت خاص، اقفلي على نفسك، اقعدي واشربي حاجة، اسمعي قرآن، ريحي دماغك. الوقت ده مش رفاهية، ده حقك. لو حسيتي نفسك هربانة من مسؤولياتك، فكري في اللحظة اللي بيتك هيبقى فيها منظم، أولادك مرتاحين، وانت داخلة سريرك مبسوطة انك عملتي اللي عليكي. المشهد ده يستاهل شوية تعب. وأهم نقطة: وطي صوت الكسل اللي جواكي، واعرفي لما يقولك بعدين رد عليه بدلوقتي. لما يقولك كتير ردي هبدأ بحاجة صغيرة. لما يقولك مش قادرة ردي بهجرب. انتي أقوى من الكسل، أقوى من اللخبطة، أقوى من الفوضى. ومفيش أم ضعيفة، في أم مرهقة، في أم تايهة، في أم محتاجة كلمة تشجعها. ويمكن الكلمة دي تكون: ابدأي ولو بخطوة صغيرة، نظمي حتى لو في ربع ساعة، اعملي روتين بسيط يتكرر كل يوم. وما تنسيش نفسك، لأن الأم اللي بتريح نفسها بتعرف تدي لأولادها. البيت مش محتاج مثالية، محتاج انتظام. والأم مش محتاجة طاقة خارقة، محتاجة بس بداية. ابدأي النهاردة وبكرة هتشوف الفرق. اسمعيني كويس: الأم اللي حياتها مكركبة من جوه عمر بيتها ما هيترتب من بره. والأم اللي سايبة نفسها للكسل هتلاقي الأيام بتسرقها، والبيت بيزيد عليه، والضغط بيعلى، وهي واقفة مكانها. اوعي تستني المزاج اللي بيجي، اوعي تستني الطاقة ترجع. الطاقة بتيجي لما تشتغلي، مش قبل الشغل. أول خطوة بتاخديها، أول طبق بتغسليه، أول هدوم بترتبيها، كل ده بيكسر جواكي كسل كان ماسكك من زمان. ما تستنيش حد يشجعك، شجعي نفسك. محدش هيشيل عنك، بس تقدري تشيل عن نفسك كتير. قولي: أنا مش هسيب يوم يضيع، أنا مش هسيب الكسل يتحكم فيا. أنا هقوم حتى لو تقيلة، حتى لو تعبانة، حتى لو مليانة هم. وأهم حاجة افتكري: أولادك مش عايزين أم خارقة ولا أم مثالية، هم عايزين أم حاضرة، أم موجودة، أم بتقوم، بتتحرك، بتحاول. اعملي قاعدة: لو تكسلتي 10 دقايق خليهم 10 دقايق بس، مش ساعة، مش يوم، مش أسبوع. الكسل لو دخل بيحاول يحتل، وانتي مش هتسمحيله. اقطعي علاقتك بكلمة بعد شوية، لأن بعد شوية دي سر خراب البيت، وسر تراكم الشغل، وسر إحساس الأم إنها غرقانة. قومي دلوقتي مش بكرة، ابدأي دلوقتي مش لما المزاج يروق. اعملي خطوة واحدة بس صح، ولما تخلصي خطوة اعملي اللي بعدها. هتلاقي نفسك بتجري من غير ما تحسي. انت مش ضعيفة، انت بس محتاجة تفتكري قوتك. الأم بتتعب بس ما بتقعدش، الأم بتنهار بس بتقوم، الأم بتكسل بس ما بتستسلمش. قولي لنفسك النهاردة: أنا هرتب حياتي قبل ما الحياة ترتبني. أنا هكون قد المسؤولية وقد نفسي وقد أولادي،
مش هسمح للفوضى تبقى واقع، أنا اللي هبقى الواقع الجديد. اعملي بيت الجنة مش بالسجاد اللميع ولا بالمطبخ اللي يلمع، لكن بالراحة النفسية، بالترتيب، بالنظام، وبوقتك انتي. خلي لنفسك وقت مقدس، وقت محدش يقرب له. الوقت ده بيعالجك، بيرجعلك هدوءك، يشحنك علشان تقدري تكملي اليوم. وكل يوم ولو خطوة صغيرة هتبني أم جديدة، أم قوية منظمة واقفة على رجلها، بتعرف تعيش لنفسها وعيالها. انت تستاهلي تعيشي حياة أحسن، وتقدري دلوقتي حالا تبدأي. اسمعي الكلام ده بقلبك. انت طول عمرك شايلة بيت وشايلة ولاد وشايلة مسؤوليات، بس يجي وقت تشيلي نفسك فوق كل ده. الكسل مش عيب، العيب انك تسيبيه ينتصر عليكي. الكسل بيبدأ بفكرة، قومي بعد شوية، وبعد شوية دي بتسحب ساعة وساعتين ويوم كامل، وانتي في الآخر تشيلي النتيجة. لخبطة وتوتر وصوت عالي وضغط ملوش آخر. لكن أول ما تقولي لأ للكسل، هتحسي إن اليوم بقى ملكك، مش انت اللي ملكاه. اعملي لنفسك نظام، روتين، خطوات ثابتة، لأن لو سبتي يومك للصدفة، الصدفة دايما ساكنة جنب الفوضى. قولي كل يوم أنا هبقى النسخة اللي نفسي أشوفها، هشتغل على نفسي حتى لو بتعب لأني بستاهل. والله يا بنت، البيت اللي فيه أم منظمة مش لازم يكون كامل، بس بيكون فيه راحة. البيت اللي فيه أم بتقوم بدري، بتلم شوية وتهوي وتنظم، البيت ده بيشيل طاقة جميلة، والعيال بتحس بيها، وجوزك بيحس بيها، وانتي قبلهم. وما تسمحيش لحد يقلل من تعبك ولا من شغلك. الأم اللي بتقوم تنظف وتطبخ وترتب وتذاكر وتربي، دي مش كسولة، دي بطلة. بس البطلة ساعات بتحتاج وقفة، ترتب فيها أفكارها وتنفض فيها التراب اللي تراكم عليها. خلي اليوم ليكي 3 أجزاء، جزء للبيت وجزء للعيال وجزء لنفسك. ولو ما خدتيش وقت لنفسك هتتعبي، وهتكرهي البيت، وهتكرهي الشغل، وهتزعلي من كل حاجة حواليكي. اقعدي مع نفسك وقولي ايه اللي مخليني كسولة. هل هو تعب، ولا إحباط، ولا ملل، ولا ضغط؟ أول ما تعرفي السبب هتعرفي تعالجيه. ولو حسيتي نفسك واقفة مش قادرة تبدأي، بصي حواليكي. البيت اللي مستنيكي، اليوم اللي مستنيكي، الولاد اللي مستنيين حضنك واهتمامك، وانتي قبل الكل مستنية ترجعيلك. قولي بقوة أنا هقوم، أنا هبدأ، أنا مش هسمح لليأس ولا للكسل يسرقوا يومي. اللي يبدأ بخطوة يوصل، واللي يكمل بخطوتين يتغير، واللي يحافظ يبقى إنسان جديد. انت تقدري، وانت أقوى مما تتخيلي. وانت اسمعيني بتركيز. في لحظة معينة الأم لازم تقول لنفسها كفاية، كفاية تضيع وقت، كفاية تهربي، كفاية تعيش يومك بالصدفة. الفوضى اللي في البيت مش بتضايق حد قد ما بتكسر الأم من جوه. والكسل اللي بيسيطر عليك مش لأنه أقوى منك، لا، لأنه لقاكي سايبه له الباب مفتوح. قومي وقومي بقوة. قولي أنا اللي هتحكم في يومي، مش يوم اللي هيتحكم فيا. أنا اللي هقرر الترتيب، مش الفوضى اللي هتقرر. اعملي لنفسك نظام يخوف الكسل، نظام يخليكي واقفة على رجليكي مهما حصل. ابدأي بدقايق بس، خلي الدقايق دي نار، نشاط، عزيمة، قوة. اعملي حاجتين يخلوكي فوق، قرار، خطوة. واللي بيقرر ويمشي مستحيل يفضل نفسه القديمة. بصي قدامك، شايفة؟ ده البيت اللي هترجعيله الراحة، ده اليوم اللي هيبقى أسهل، ده الشكل الجديد ليومك، لحياتك، لنفسك. واوعي أكررها تاني، اوعي تستهيني بنفسك. انتي مش قليلة، انتي مش فاشلة، انتي مش كسولة بطبعك. انتي أم، والأم بتتعب، لكن لما تتغير بتغير بيت كامل، حياة كاملة. اختاري تبقي الأقوى، اختاري تبقي النسخة اللي بتفتخري بيها. اختاري ان كل يوم يبدأ من غير مناحة، من غير دوشة، من غير صراخ، من غير ما تحسي ان الدنيا وقعت فوق دماغك. قولي بصوت عالي أنا هبدأ دلوقتي، مهما اتقال عليا أنا هبقى قد اليوم وقد التعب وقد المسؤولية. أنا مش هسمح لنفسي أعيش مضغوطة، وأنا أقدر أعيش مرتبة. وفي الآخر
لو الكلام ده لمس قلبك ووصل لك وفتح لك باب جديد لنفسك، اعملي خير وشاركي الفيديو علشان كل أم محتاجة الكلمة دي توصل لها. وما تنسيش تشتركي في القناة علشان يوصلك كل جديد، ولا تنسوا اللايك عشان الفيديو ينتشر ويوصل لكل أم محتاجة دفعة. وخلينا دايما مع بعض خطوة بخطوة لحد ما نبني حياة أهدى وأقوى وأجمل. وإلى اللقاء، إلى فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.